والله وحشاني يا زهية يا بنتي. وانت كمان يابا لك وحشة. قلت اجي اقعد معاك شوية انت واختي. الله مالك يا زهية؟ مقبوضة شوية يابا. خير يا بنتي؟ عبد الرازق اتغير حبتين. ياك بعد ما خد الشهادة الكبيرة. بالظبط كده يابا. معلش يا بنتي، عشان خدها هو كبير حبتين زي ما تقولي كده، شبعة بعد جوع. بس انا خايفة. لا ما تخافيش، الغربال الجديد له شهادة وبكرة يتهدي ويعرف ان الانسان لا بالشهادة ولا بالمال. والتقوى يا بنت هي اللي بتحدد قيمة الانسان. كل شيء زايل، ما باقي الا وجه الله عز وجل. ونعم بالله. شهادتي هيروح فين؟ ده في الناس اللي خدت الشهادات اللي بحق وحقيق، واللي اتعلموا التعليم اللي هو. غسلت لك عدة الشاي وهعمل لك الزردة اللي هي يا زهر. هاخد جنب كده اتوضى عشان اصلي الظهر لحد ما تغلي مية الشاي. على مهلك يابا. اسمعي يا زهية يا اختي، مش هينفع مع جوزك ده غير انك تعملي له عمل. عمل؟ ايوه، العمل دي هيخلي مناخيره في الارض ليكي ولعيالك. بس مش حرام يا سرية؟ هو انت بتعملي حاجة وحشة؟ انت عايزاه يتهدي البيت وعياله. الله، كلام ايه اللي بتقوليه ده يا سرية؟ يا زاهي هو فرحان بنفسه يومين وبكره يبقى علي العال. اسمعي كلامي، الحكايه مش مستاهله حاجه خالص. بكره تقول ابويا الشيخ الضرير قال لي، هيروح فين من اصله وفصله؟ ما تخافيش وربنا يهديهولك يا بنتي. اتوضى بقى. زمزم يابا. جمعا يا بنتي. هي ذاكرتوا مع ابوكم؟ الحمد لله ياما. كل الحاجات اللي كنتوا معلمين عليها وعايزين تفهموها فهمتوها؟ ايوه ياما. طب يلا قوموا ناموا بقى يا عيال. حاضر ياما. فين المراية؟ على رأي اختي احط له شوية احمر واخضر. العيال ناموا، فرحانين قوي انك ذاكرت لهم. ربنا يا اخويا ما يحرمك منهم ولا يحرمهم منك. ايه رأيك في الجلابية دي؟ مش حلوة؟ مشغولة احمر واصفر. ام نبوي كانت عايزة تحط لي عليها ركامة، قلت لها لا بلاش ركامة، اشتغلي لي عليها احسن. ايه الريحة اللي انت حطاها دي؟ حلوة مش كده؟ دي بقى يا سيدي ريحة اسمها ريحة الشناكي، معمولة من روح الشنكل، بيبيعوها العطارين الكويسين. بس اصل خدت بالي انك بتحب الريحة الحلوة من ساعة موضوع المفتقة، فجبت الريحة الحلوة دي.